السلام عليكم حبيباتي حبابي، كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده. اول حاجه نزلوا ديروا لي ابوني وخليوا لي كومونتير وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. اليوم نحضر معاكم طريق كسكسو بمكونات مضبوطين وبطريقه بسيطه بالنسبه للمبتدئات. بسم الله على بركه الله. هنايا عندي درت اللحم، انا درت غير اللحم ديال الدجاج، وعندي حبه واحده ديال البصله شلطتها، وعندي كاس هنايا كاس نص ديال الزيت مخلط بين زيت المائده وزيت الزيتون. كما كتلاحظوا درت نص ديال ليكه ديال زيت المائده وشويه ديال زيت العود. من بعد وغنضيف الملحه درت عين كميزانك. انا درت الكميه اللي غتكفيني اللي ما نحتاجش نزيدها من بعد. صافي وندي من بعد ما درت لكم المكونات نحطهم يتشحروا فوق عافيه مهيله بطبيعه الحال باش ما تحرقش لينا. وهنايا عندي الخضره، خديت الخضره نقيتها. عندي خيزو كما كتلاحظوا، خيزو فاش كتكون خيزوه كبيره كنقسمها على 4، الا كانت متوسطه كنقسمها غير على 2، وكنحيد ليها اللب بحال هكا بهذا الشكل. وعندي هنايا بتلجان او باذنجان والكورجيط والفلفله الحلوه، وعندي اللفت والقرعه الحمراء. هاد الخضره كامله قسمتها على 4. بالنسبه للخضره ضيفوا الخضره اللي بغيتو، البطاطا، الحماص، عطا الله الخضره. انا درت غير الخضره اللي كناكلو حنايا في الدار. وعندي هنايا 2 حبات ديال الطماطم مطحونين. وفي هاد المرحله فاش كنقطع الخضره راني كنحرك اللحم والبصله باش ما يتحرقوش، تتشحر مزيان وطيح البصله. عاد غنحركها شويه ونضيف ليها هذيك المطيشه اللي طحنت. هي كما شفتوا راه البصله طاحت. في هذه المرحله كنقصوا على العافيه مزيان باش ما تحرقش لينا بما تشحر على خطرها. صافي غنضيف ديك المطيشه ونضيف العطريه ونضيف عليها الخضره. عندي هنايا في العطريه معلقه كبيره ديال الكمون، معلقه كبيره ديال القرقوم، معلقه كبيره ديال السكنجبير، معلقه كبيره ديال التحميره، نص معلقه ديال البزار، و2 معالق ولا 3 كبار ديال القزبر والمعدنوس. بالنسبه للقزبر والمعدنوس هنايا نسيت ما صورتهمش. صافي ونخلي عاوتاني المكونات يتشحروا شويه. عاد نضيف الخضره والماء. بالنسبه للماء راني طيبته ديجا وحطيته باش ما يتعطلش، حيت فاش ما كيكونش طايب فاش كديري في القديره كتعطل، كتسنيه امتى شحال خاصو باش يطيب. انا ديما كنطيب الماء ونحطو حدايا. هنايا ضفت الخضره كامله من الاول، حيتاش عندي السكسو. انا السكسو كنديرو غير 2 طفويرات، كنطيبو 2 طفويرات. بالنسبه الا كان السميد ضروري من 3 ديال الطفويرات، والا كنتي غطيبي السكسو 3 ديال الطفويرات تخلي ديك الخضره اللي سهله طيب حتى الطفويرات الثانيه بحال القرعه بحال الكورجيط. صافي غنضيف الماء الكميه اللي تغطي ليا الخضره، ونخليه ونغطي القدره ديالي حتى يغلى الماء، ونمشي نقاد السكسو حتى هو.
بالنسبه للسكسو، غنضيف ليه في الاول زيت الزيتون، ندهنو بزيت الزيتون كامل تنتاكد بلي الحبات كاملين وصلتهم الزيت. كما نكثرش الزيت، غير شويه، غير تقريبا حفنه. من بعد رشيته بالماء في الاول، سقيته بالماء تقريبا 2 حفنات ديال الماء، ونخدمو مزيان بيديا، نحكو مزيان بيديا. الا كانوا شي كويرات، شي حبيبات متلاصقين ولا شي حاجه نفرتتهم حتى يتشرب ليا داك الماء، عاد نسقيه مره ثانيه. فهاد المرحله ما نكثروش الماء باش ما يتعجنش لينا، وما نديروش الماء في خطره واحده. هنايا كما لاحظتوا السقيه الثانيه، نحكو مزيان. صافي من بعد ما ساليت، هنايا خديت الكسكاس ضروري ما نديرو له هاد الميكان من الجناب باش ما يخرجش لينا البخار من الجناب. صافي وندير الطعام ديالي فوق الكسكاس ونقادو مزيان فوق ونقادو مزيان. وفي هاد المرحله فاش خدمت السكسو، الماء راه غلا ليا في البرمه، وغنديرها ونشوف ياك ما كيخرجش ليا البخار من الجناب، حيت الا كان كيخرج من الجناب راه السكسو ما غاديش يطيب. خاصو صافي ونخليه خليته تقريبا نص ساعه. وبالنسبه حيت غنديرو غير 2 تفويرات، وبالنسبه اللي غطيبو 3 ديال التفويرات، تخليه في التفويره الاولى غير 10 دقائق، غير يطلع منه البخار صافي. هنايا فاش تفورت التفويره الاولى، حيدته درت ليه زيت المائده، دهنته بزيت المائده، ودرت ليه الملحه والماء، ونحركو مزيان وما نكتروش من الماء بزاف. عينك ميزان كتشوفي كتقيسيه بيديك، كتشوفيه الا رطب صافي راه ما خاصوش مازال الماء، ما يكونش معجن عاوتاني وما يكونش قاصح. واهم حاجه هي تخدمي بيديك مزيان، تحكيه مزيان، واخا كيكون سخون ولكن ضروري تصبريه، حيتاش المغرف ما غاديش يدير لك الدور ديال اليدين. صافي ورديتو تفور التفويره الثانيه، وهنايا حيدتو. هنايا غنبردو شويه، نحركو شويه وصافي، ونضيف لي واحد المعلقه كبيره ديال السمن، حتى هي طفى لي التليفون وصحاب لي واش كيصور. ديك السمن في اخر ديال التفويره كيجي زوين، كيعطي واحد اللذه زوينه. صافي كنقادو هنايا، كندير واحد الحفره شويه في الوسط باش ندير فيها اللحم وهذا، وكنبرد حتى المرقه كنبردها شويه، حيت فاش كتسقي كلشي كتسقي السكسو وهو سخون والماء سخون كيتعجن. ضروري ما تبردوهم شويه. ونسقيه، عاد نحط اللحم في الوسط والقرعه الحمراء في الوسط، وعاد ندور عليه الخضره. كما تشوفوا معايا، من الاحسن ما نسقيوش بزاف، ونديروا الماء حدانا في شي اناء اللي خاصو الماء يزيدوا في بلاصتو. صافي ونحط الخضره ديالي. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو، وتخليو ليا كومونتير، وتفعلوا الجرس
وتخليو لي جيم. كنتمنى ينال الفيديو الاعجاب ديالكم، وشكرا على المتابعه، وبصحه والراحه. نستمر على هذا الشكل، نحط الخضره وحده بوحده، المهم نقد الشكل وصافي. صافي كيجي بحال هكا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، والصحه والراحه.